لما نلاقي الدنيا ساقعة قوي ونلاقي كمان الشتا نازل بنفتكر على طول حمص الشام ونقوم نعمله على طول. اقل من ساعة ويكون عندك احلى كوبايات من حمص الشام. يلا بينا بسرعة علشان نشوف بنعمله ازاي. اول حاجة انا احتجت ان انا اعمل حمص الشام دلوقتي، فاضطريت ان انا اسلقه. ولكن لو انتي مش هتعمليه دلوقتي وعارفة نفسك هتعمليه تاني يوم، بتحطيه بعد ما بتغسليه بتحطيه في مية في بولة وتسيبيه تاني يوم بيكون معاكي كده على طول. تمام، أنا جِبته بعد ما سلقته شطفته كويس وحطيته دلوقتي في المَيّة النضيفة وحطيناه على النار، وجِبت طماطمتين صغيّرين ومعلقة صغيّرة من التوم ونُص بصلاية علشان خاطر أنا هاعمل بس ربع كيلو من حمص الشام. حطيتهم في الخلاط مع شوية صغيرين من المَيّة، وبعد كده هاشوف لقيت إن أنا طبعًا علشان حمص الشام مغسول كويس مش ما فيهوش أي ريمة ولا أي حاجة، فخلاص أخدت دلوقتي الخلطة اللي أنا عملتها وحطيتها على طول. وبعد كده أول ما هتبتدي تغلي على طول دلوقتي هاحط إيه، هاحط بس الملح، بس وإحنا بنحط الملح ما نحطش كتير علشان خاطر ممكن يعني ما نحتاجش كتير ملح علشان هيغلي وقت طويل، هياخد معانا حوالي نُص ساعة. تمام؟ بس أول ما لقيته كده خلاص أنا مش هاحط له توابل دلوقتي، هاستنى شوية هاغطّيه، وبعد كده أول ما لقيت عدّى ربع ساعة من السِوَى بتاعه، هاجيب دلوقتي التوابل اللي هاحطها، معلقة صغيرة جدًا من السكر، وكمان هاحط شوية من البابريكا يعني نُص معلقة كبيرة تمام من البابريكا، ونُص معلقة صغيرة من الكمون. الكمون مش هاحطه كتير في الغليان علشان ما يمرّرش معايا تمام، لكن هاحطه في الدقة بتاعتها. بس أنا بابُص كده لقيتها خلاص استوت معايا، أخد معايا بالضبط يعني نُص ساعة وكان استوى. طبعًا أنتِ بتغليه وبتحطيه توطّي عليه علشان خاطر برضه المَيّة ما تقعديش كل شوية إن أنتِ تحطّي مَيّة كتير. بعد كده شايفين شكله حلو جدًا وشايفين المَيّة بتاعته حلوة لونها هو ده المضبوط بتاعنا، تمام؟ بس كده، وهنجيب تاني خلاص هنحط في المجات اللي إحنا محتاجينها، وهنجيب دلوقتي الدقة. الدقة بسيطة جدًا، في الوقت اللي هي بتستوي فيه هاكون جايبة معايا ليمون وحاطاه في الكوباية، بتحطي الليمون على قد الكمية اللي أنتِ عايزاها. أنا حطيت دلوقتي نُص كوباية من الليمون المعصور، وبعد كده هاجيب بقى شوية سخنين من المَيّة بتاعة حمص الشام، ونُص معلقة صغيرة من الكمون وزيّها توم، تمام، وهاقلبها كويس. هاجيب دلوقتي الدقة التانية بتبقى من نفس المَيّة بتاعة حمص الشام، وهاحط فيها الشطة. الشطة طبعًا بتحطي الكمية اللي أنتِ عايزاها، بس كده. وبنحط بقى في الكوبايات أو في المجات الكمية اللي إحنا محتاجينها من الدقة. عايزة تحطي كمان خل، حطي خل مع اللي هي الدقة بتاعة التومة. لكن أنا بصراحة ما حطيتش خل عشان أنا مش عايزة خل. بس كده وكده خلصت خلاص، ما بتاخدش معانا ساعة كلها على بعض. بس زي ما قُلت لِك في البداية لو أنتِ احتجتِ تعمليه دلوقتي بتسلقيه حوالي ربع ساعة، وبعد كده بتشيلي المَيّة وبتصفّيه وتغسليه كويس علشان بيبقى فيها ريمة ولازم طبعًا تتشال. ولكن لو أنتِ عارفة إن أنتِ هتعمليها تاني يوم، بتيجي بالليل تشطفيه وتخلّيه في مَيّة في بولة وكده خلاص. وبكده خلصت وصفتنا، وأتمنى تكون عجبتكم، ويا ريت ما ننساش نشترك في القناة.